لو انت مش من جيل الثمانينات او التسعينات تقريبا مش هتبقى مهتم بفيديو النهارده. احنا الجيل اللي عايش لحظه تحول الموبايل بمجرد جهاز بيرد على التليفونات لجهاز ما نقدرش نستغنى عنه في حياتنا اليوميه. The new Nokia phone stands by for up to 11 days, and you can talk for up to 5 hours. And it's the first mobile phone with covers you can change yourself in seconds. The new Nokia, with Nokia Express-On covers for freedom of expression. Nokia, connecting people. هكلمكم النهارده عن اقوى شركه موبايلات ظهرت في التسعينات وكملت بقوه لحد اول الالفينات. شركه نوكيا بدات في فنلندا سنه 1865 كمصنع الادوات الكهربائيه. ما بين السبعينات والثمانينات نوكيا بدات تركز على الالكترونيات والاتصالات، وكانت واحده من الشركات اللي طورت شبكات المحمول الاولى في العالم. نوكيا في التسعينات خدت قرار في انها تطور في فكره الموبايلات. اول موبايل من نوكيا كان شبه الطوبه، كان تقيل وكبير قوي، بس كان ساعتها كان ثوره بجد في صناعه الموبايلات. كان في الوقت ده اللي معاه الموبايل اللي كان شبه الطوبه ده، كان اول لما يرفع التليفون ويتكلم كانت الناس في الشارع تبص عليه كانها حاجه غريبه جدا، وكان ممكن الناس تفكر ان ده جاسوس من الجواسيس. اما نزل عندنا تليفون 3310 كان محبوب جدا قوي في مصر. موبايلات نوكيا عامه كنت ممكن قطر يدوس عليها وبعد كده ترفع التليفون ترد عليه عادي، لدرجه ان انت ممكن لو في خناقه تطلع التليفون تخبط بيه حد في دماغه. من هنا نوكيا بدات تفكر ازاي تخلي فكره الموبايل اكتر من جهاز للمكالمات بس. بداوا يزودوا كاميرات وبلوتوث ونغمات موسيقيه. ساعتها نزلوا N95 اللي قلب الدنيا. كانت اول مره نشوف موبايل فيه كاميرا 5 ميجا بكسل GPS، وتكنولوجيا ساعتها كانت سابقه عصرها بكتير. وصل ارباح نوكيا سنه 2007 ل 74 مليار دولار، بس في نفس السنه بتاعت الارباح المرعبه دي دمرها قرار واحد، لما ستيف جوبز قرر يعمل موبايل عباره عن شاشه بس وبتشتغل باللمس. والجهاز ده هو الايفون اللي اعلنه ستيف جوبز في المؤتمر في 2007، وساعتها ابهر العالم كله. ولو عندكم وقت فاضي اتفرجوا على اول كونفرنس بيعرض فيه الايفون لستيف جوبز، هو بجد مبهر جدا. Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do in the world? We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. كانت نوكيا ساعتها في الوقت ده مشغوله جدا بتظبيط النظام الخاص بيهم اللي هو كان ساعتها اسمه سيمبيان، وده الاوبريتنج سيستم كان ساعتها بتاع نوكيا زي الاي او اس بتاع الايفون والاندرويد بتاع سامسونج. وفضلت مهتميه نوكيا بتطوير النظام بتاعها وما اهتمتش خالص بالمنافسين الجداد اللي بداوا يظهروا في السوق. وساعتها نوكيا قالت ان الشاشات اللمس دي موضه وهتنتهي، بس للاسف الموضه دي اللي جابت نهايتهم الارض. عايز اقول لكم كمان ان هم ما اتكبروش على الايفون بس، دول حتى اتكبروا على الاوبريتنج سيستم بتاع اندرويد وما كانوش راضيين ياخدوه، واخدوا اسوأ قرار ان هم يتحالفوا مع ويندوز فون سنه 2011. ساعتها ظهرت المشكله لما نوكيا استخدمت الاوبريتنج سيستم بتاع ويندوز فون على الموبايلات بتاعتها. واجهتها مشكله ان الابلكيشنز على الستور بتاعها كانت قليله جدا بالنسبه لاندرويد واي او اس، ودي كان نقطه ضعف رهيبه جدا في الستور بتاعهم. والناس كانت بتسال هي الابلكيشنز فين. كان عدد الابس اللي في ستور ويندوز فون كان عددهم 50,000 اب، اما اي او اس اب ستور وصل عدد الابس فيه ل 775,000 اب. وبعد كده جه ان مايكروسوفت اشترت نوكيا بحوالي 7 مليار دولار، ولكنهم باعوها بعد كده ب 350 مليون بس. يعني تقريبا مايكروسوفت خسرت 95% من الصف. تفتكروا نوكيا ممكن ترجع تاني زي ما كانت قويه في فتره التسعينات والالفينات؟ هقول لك بقى على معلومه تقريبا انت ما تعرفهاش. هي نوكيا بالفعل رجعت، بس رجعت في مجال مختلف خالص عن الموبايلات، وهو مجال ال5G والشبكات. ونوكيا دلوقتي هي عملاق خفي ومستحوذه على 25% من البنية التحتية لل5G عالميا. برغم القرارات الخاطئة اللي ادت لفشلهم ما استسلموش وقدروا يرجعوا تاني، بس بطريقة تانية وفي مجال مختلف. قول لي بقى يا صديقي، لو رجعنا بالزمن ل 2007 وكنت انت مدير نوكيا كنت هتعمل ايه؟ هتبقى عندك اوبريتنج سيستم لنفسك زي ايفون، ولا هتعمل زي بقية الشركات وتاخد الاندرويد؟ كان اندرويد ساعتها اوبن سورس، اي شركه تقدر تاخده. عايزك بقى تكتب لي ساعتها قرارك كان هيبقى ايه في الكومنتس. انا محمد الصاوي واحنا هنا في اينوكس. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب واعمل لنا فولو عشان يجيلك كل جديد.